اول مره بحياتي بجي على اساس على الفلو مارت لابيع الاغراض. شوفوا اتبهدلت، المطر كله نزل علي. تاتا رح افرجيكم شقد طلعت اليوم من البازار. هلا بدي ابلش انا احط الاغراض. حطيت المدات هيك، فشاهين راح يجيب الاغراض الباقيين لامدهم اكتر. يسعد لي اوقاتكم، بتمنى تكونوا بخير. ما بقدر اعلي صوت كتير لانه هون زحمه، فالعالم كلها واقفه عم يظبطوا الاغراض تبعهم. جايبتكم اليوم معي على البازار، بدي ابيع الاغراض تبعي، فحبيت اعمل هالتجربه كمان واصور لكم اياه لتشوفوا شو في بازارات بالمانيا المستعمله. طبعا هذا البازار اللي انا فيه كله اغراض اللي جايبينه مستعمل، ما بصير يكون جديد. الاغلبيه تبعه مستعمل بس على الشكل الجديد، فعم ظبط اغراضي. حطيت كم سجادات وهيك، ناطره شاهين يجيب لي اغراض الباقيين لاكمل. وقبل لا تكملوا الفيديو تبعكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء من نفسكم. انا هلا حاليا زبطت هدول باص هيك، قاعده هون عم باكل كرواسون مقابلي هيك. هلا بعد شوي رح تشوفوا الزحمه كلها كيف رح تكون. هلا هدول هن الاغراض تبعي، رح ارتبهم كلهم، ما بقدر اصور كتير فحاول قدر الامكان ارتبهم وبعدين بصوركم الباقي. بعد ما مديت اغراضي قاعده هلا حاليا عم بنطر الزباين. اجوا كم واحد فدفعت حق المكان هون على المتر. هن اخذوا مني تقريبا، طلبوا اول شيء 35 يورو، فقلت لهم انه 35 يورو عن جد كثير. نزلوا لي ل 30، فان شاء الله يكون قد حق تعبي يطلع منه عادي، ما عندي مشكله. فهيك وهيك عم بيع الاغراض يعني بسعر رخيص كثير. فلنشوف كيف رح يكون اليوم تبعنا. رح افرجيكم الاغراض كمان من قدام كيف. شعوري كثير غريب، قاعده انا هلا بنص السوق وعم بيع الاغراض.
رح اعملكم جولة بسيطة كمان العالم شو جايبين لهون. شوفوا البازار هيك جاي شكله، كتير عالم حاطين الاغراض، كل حدا حاططه بشكل ومرتبينه. هون كمان حاطين، هون معلقين كله على شو اسمه، على الحديدة. هون عاملين قسم للأكل إذا حدا بده ياكل ويشرب. هون عاملين مثل مطعم صغير. هادون كمان تبع الفلو ماركت الأيام الجاي، هاي 7 الشهر، هاي 7 الشهر، وهون 14 الشهر. فكل فلو ماركت بمكان صاير. شوفوا الزحمة. أنا صافي هون على الطرف التاني صاير. شوفوا هون كمان عاملين قسم الخضرة، كمان أسعارها بتكون رخيصة بالنسبة للباقي. شوفوا حتى جايبين هالخشبيات كمان هون للجنينة والحدائق. نزل المطر، الأغراض كله تبلل. شوفوا على هالحظ، على أساس الصيفية وصار ينزل المطر والأغراض كلها تبللت راحت. شوفوا تبللت كلياتي، حطيت هدول تحت هون بقى، ما عرفت عن جد في مطر. الساعة 2 مستمرة بالبيع. الأغراض بعدهم هون، الأغراض التانيين عملتهم كل قطعة ب1 يورو فقط، فبقي قليل منهم هون بالأرض. نزل علينا المطر خربت لي شو اسمه البضاعة كلها، فقلت خلص خليني أبيع كل قطعة بيورو، والمهم على القليلة يطلع حق المحل اللي أخذته. هلا صار الوقت بدي أضبضب الأغراض حاج، لأنه شوفوا رح يرد يمطر قبل ما أتبهدل كمان، فبدي أضبضب أغراضي شوي شوي. أول مرة بحياتي بجي على أساس على الفلو ماركت لأبيع الأغراض. شوفوا تبهدلت، المطر كله نزل علي. شوفوا المطر كيف تبهدلنا، حوالي كلهم مي. الحرارة نحن هلا بالصيفية على أساس الحرارة لازم يكون درجته 25 26، وهلا عم ينزل المطر تبهدلنا خالص. رح فرجيكم اجري كلها تبللت وصارت مي. شوفوا جراباتي كلها مي، على أساس جبت هدول قلت مشان ارتاح فيهم، وكله شرب المي المطر. شوفوا ما بقي ولا حدا هون، انا الوحيده بقيانه تقريبا. عم تسمعوا اصوات الرعد ما شاء الله.
جيت اشتريت خضرة كمان هون، شوفوا اشتريت كذا دفعة خضرة معي كمان، فواكه وهيك كنت باخذ معي على البيت. فناطرة شاهي لسه على يجي، لأنه أخذت نص الأغراض والأغراض التانيين باقيين هون لسه. وهلا رجعت على البيت لأحكي لكم عن تجربتي اليوم كيف كانت بالفلو ماركت بالبازار المستعمل. طلعت من البيت من الساعة 5 وشوي، هن كاتبين كانوا على البريف انه للساعة 6، بس طلعنا ابكر على اساس وصلنا لهونيك المحلات تقريبا كلها كانت محجوزة. وهون تا رح افرجيكم شقد طلعت اليوم من البازار. حوشت كل الاغراض اللي عندي واخدتهم معي على البازار على الفلو ماركت، ورحت بعت كل شيء تقريبا، يعني مو كله. فرح نحسب اليوم سوا قديش طلعت من الشغل تبعي. انا رحت مثل ما قلت لكم من 5 وشوي، اعتبروها من الساعة 6. فهات هو تجربتي من الفلو ماركت اليوم يلي اشتغلتهم. طلعت هدول، رح احسب لكم اياه قديه طلعت بالضبط. 50 70 90 100 110 120 130. هدول هن. فكتجربتي اليوم اذا بدي ارد اعيد اروح لهونيك ولا لا، فاكيد رح يكون لا، لانه تعبت كتير وعفاضي كان. فاخدت الاغراض وضبيت، وبده وقت لبين ما زبطتهم ولبين ما رجعت حطيتهم وجبتهم وهيك، فطول معي كتير. فما بتوفي الطلعة وما لا يعني محرزة هالروحة وهالجاي وهالتعب وضب الاغراض وهيك. انا بالعادة الثياب بحطهم اياه بالدياكوني او بعطيهم لحدا بعرفهم وهيك بتخلص منهم مشان ما يبقى عندي بالبيت واكومهم. فهيك كانت تجربتي اليوم للفلو ماركت. حلو كان من اول كم ساعة، بس بعدين بلش المطر ينزل وهيك، لهيك ما عاد بدي اروح. فبتمنى يكون عجبكم الفيديو وتابعتوه للنهاية. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بننزله. انطرونا بفيديوهات الجاي. سلام.